اكيد كلشي شاف خرجات ديال الفايد الاخيره والطعن ديالو في علماء الدين والشيوخ، في حين خلف واحد الموجة ديال الاستغراب كبيرة جدا في مجتمعنا المغربي والعربي كافة، وما فهموش شنو الغاية من تصريحاته المستفزة والخارجة عن نطاق الموضوعية. في حين ارتأى الإعلامي والصحفي كمال عصامي المعروف بالشفافية ديالو ونزاهته في مجال الإعلام والصحافة، واللي استضاف في البرنامج ديالو الكثير من الشيوخ والعلماء، وقرر باش يستضيف الدكتور الفايد ويطرح عليه الأسئلة علمية في المجال وسبب الخرجات ديالو اللي دار، ويطرح الأقوال ديالو كالعديد من اللقاءات اللي دار مع أشخاص واصلين ومتمكنين في العديد من المجالات. ولا شخص واحد خرج من وراء البرنامج من بعد الاستضافة ديالو وقال شي حاجة ماشي هي هذيك. بالعكس البرنامج خدا واحد الشعبية اللي كبيرة، وكان عنده الامتياز باش يستضيف وناس كانوا رافضين بالمرة يخرجوا للإعلام وخرجوا لأول مرة على هذا البرنامج. في حين قام الصحفي كمال عصامي بتنظيم موعد مع الفايد ووافق أنه غادي يجي ودارت جميع الترتيبات، في حين الفايد عزيز عليه الأكشن والإثارة ويكبر الأمور بزاف وتغيب على البرنامج حيت خاف يخرج للإعلام عبر منبر آخر والأفكار ديالو اللي تيقول ما متأكدش منها، وهناك شخص او دوافع اخرى اللي تخليه يقول هاد الافكار. هنا الفايد ما لقى شي سبب باش يبرر به التغيب ديالو على برنامج وجوه مشرقه وهروبه من البرنامج الشامخ اللي تيقوم بالاداره ديالو الصحفي والاعلامي كمال عصامي، واللي كان من قبل الصادف وناس المكانه ديالهم كبيره في المجتمع ومرموقه. والتبرير ديالو اللي لقى باش يهرب للغار ديالو انه الاعلامي كمال عصامي كان موجد ليه مناظره مع الشيخ حمزه الخالدي بدون العلم ديالو، في حين انه الصحفي ما يمكنش يدير هذا الشيء. والسبب الاول حيث انه غادي يفقد البرنامج المصداقيه ديالو مع الناس والمتتبعين الاوفياء ليه. والفايد ما طاحتش في البال ديالو هاد القضيه، في حين مقدم البرنامج كمال عصامي ما كان عارف والو من هاد الشيء حتى فاجات وهاد الكذبه وهذا السبب غير المبرر الجميل. هنا ناضت واحد السيدة من أتباع الفايد تدعى أريج المسك تدير داكشي ديال الروتيني اليومي والأعمال المنزلية في القناة ديالها، وقامت بمهاجمة الصحفي كمال عصامي بمقطع فيديو فيه عبارات السب وشتم وخادشة للحياة اللي تتعبر على مستوى الحوار عندها. أيضا ما اكتفاتش هنا واضطرت باش تهاجمه حتى في الصفحة ديالها على الفيسبوك، في حين الصحفي كمال عصامي قام بالنشر على الصفحة ديالو قام برفع دعوة قضائية على هذه السيدة بحكم السب والشتم والكلمات الجارحة اللي تعرض لها عبر مقطع فيديو اللي قامت بالنشر ديالو. فهنا خرج المعطاوي صديق الفايد القديم واللي كان تيأيدو في جميع الافكار ديالو اللي كان تيطرحها عبر الصفحه ديالو، ووقف ضده وفرج جميع الاشياء المستوره اللي تتوقع خلف الستار، وعلاقته مع خديجه صاحبه لقب اريج المسك، وعلاقتها في تغيير تفكير الفايد وانها هي التيليكوموند اللي تقوم بالتسيير ديالو. في حين الفايد ما خرجش دوك الخرجات اللي تيدير فيها الاكشن من قبل، وخرج بواحد الوجه مطأطأ تيحاول باش يبرد السوق ويغير الامور باللكنه ديالو في الكلام، بحكم انه عرف ان القضيه كحالت عليه، انه تفرج جميع المغاربه ان هناك جهات وصيه هي اللي تدفعوا باش يقول هذا الكلام اللي منافي للواقعيه. حتى هنا سالات الدكه ديالنا ونتلاقاو في موضوع اخر. كان هنا.